أيها الأخوة المواطنون، هذا بيان صادر من مجلس قيادة الكويت الثورة. الآمنة تغتصب. بسم الله يا الرحمن عرب، الرحيم. الكويت تناديكم، تستغيث بكم. الكويت تحترق، الجار ينتهك حرمة الدار. هيا يا عرب، الكويت تتعرض لأكبر عملية اجتياح عرفها التاريخ. الأزمة هي أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة عسكرية أو أزمة سياسية. أن تفقد الثقة بأخيك الذي مددت له يد العون وما قصرت عليه بأي شيء ثم طعنك في ظهرك. هذه هي الثقة، وهذا الدرس يجب أن يدرس لجميع الأجيال. المعاناة الجسدية تزول بعد الراحة، الجوع يزول بعد أن يأكل، ولكن هذه المعاناة لن تزول أبدا وستظل مع الأجيال القادمة. الخسائر في الأملاك والأموال تعوض، أما الخسائر الحقيقية هي الخسائر البشرية والخسائر النفسية التي أدت إليها هذا الغزو. طبعا لا يكون هناك سعادة كبيرة إلا يسبقها مرارة، كل ما زادت المرارة وزالت المرارة زادت السعادة. وما أعتقد أن في مرارة أسوأ من المرارة اللي مرينا فيها، مرارة الغزو. وخصوصا أن يعني أنا أتكلم عن نفسي وعن بعض الزملاء، كانوا أهلنا موجودين في الكويت، ما طلعوا من الكويت ولا ما عندنا علم عنهم، ما ندري وين ساكنين، ما ندري حيين أو ميتين، ولا ندري يعني إيش اللي جرى عليهم. كنا منشغلين احنا صراحة في القصف والطيران ويعني والأمور العسكرية، ولكن بعد مع نهاية الحرب الجوية سمعنا يوم 25 فبراير بالراديو أن المارينز نزلوا في السالمية والمارينز نزلوا في الفعيل والمارينز نزلوا في المطار. كنا احنا 4 طيارين حقيقة أهلنا موجودين بالكويت. فقلت لهم معقول المارينز سيطروا على الديرة وإحنا ما بيننا وبين أهلنا 4 ساعات وإحنا قاعدين؟ طبعا هذا ما حد يدري عنه كانوا. فأخذنا بنزين زيادة، توكلنا على الله ودشينا الكويت. في نقاط تفتيش، لكن كل ما يقولون لنا وين رايحين نقول لهم إحنا قوات كويتية رايحين نجهز المطار للطيارات الكويتية. طبعا هذا ما كان صحيح، إلى أن وصلنا تقريبا عدال الخيران أو بنيدر، كانت القوات الخليجية واصلة لهذا المكان. فسألناهم شنو في قدام، قالوا ما ندري، احنا المغرب جانا قصف. هذا تقريبا كان العشاء، مع أذان العشاء جانا قصف وما ندري شنو داخل. فقررنا ان احنا ندش واللي يصير يصير. والله دشينا، كانت الآليات تحترق ويعني البلد، لين وصلنا إلى تقاطع جسر الملك فهد مع الدائري السادس. كانت الباصات والسيارات مسكرة الشارع، ما قدرنا نمر. فأخذنا الدائري السادس وقررنا أن ندخل صباح السالم. طبعا الحين يمكن صارت الساعة 9 بالليل. ندش إلى صباح السالم، لأن احنا الأربعة عندنا أهل هناك موجودين. حتى أول ما دشينا ولا نسمع وقف وقف، وقفنا احنا، صوت طبعا المقاومة الكويتية. فنزلت أنا وقلت لهم معاكم الرائد طاهر الفيلتشاوي. طبعا الفيلتشاوي ماكو عراقي، فيلتشاوي أكيد كويتي، الجيش الكويتي. احنا قلت كذي طلعوا من كل مكان، عسى الله يحفظهم إن شاء الله. ولا الRPG كان مصوب علينا. وقال لي واحد منهم، قال احنا شفنا نمرة سعودية عشان كذي ما رمينا بالRPG. والله وسمعنا الصراخ، الجيش الكويتي وصل الكويت، دخل الكويت. ما يدرون ان احنا 4 طيارين جايين بمسدساتنا بس عشان نشوف اهلنا. والله بعدين افترقنا، كل واحد اخذونا كل واحد على اساس نشوف اهلنا. انا ما وصلت لاهلي. فلما رجعنا مرة ثانية طبعا ربعي طمنوا على أهلهم. قلت لهم أنا ما شفت أهلي ومستحيل إني أرجع بدون ما أطمن عليهم. فأخذوا السيارة هم ورجعوا.
وأنا بت مع واحد من الشباب، وثاني يوم أخذني وصلت لأهلي. ثاني يوم تقريبا الضحى دخلت الآليات داخل الكويت، كان يوم 26. كانت الفرحة عارمة لدرجة أن أيام التحرير يعني ما ودك تقعد في البيت، ودك بس تلف وتشوف البلد مع الدمار ومع السواد، ما في كهرباء، والقطران اللي ينزل من السماء هذا مال الآبار المحروقة. ولكن كانت حلوة، كانت حلوة إنها تحررت من الأنجاس، تحررت من الأوغاد، أرضنا رجعت لنا. كان ينزل جدولنا مع جدول جميع الدول اللي شاركت طبعا، ودول الخليج كلها ما قصرت، يعني شاركت في العمليات الجوية. كان ينزل جدولنا، نطلع رحلاتنا احنا ونشوف الأهداف الساعة كم. طبعا كل مجموعة كنا نطير طبعا من 6 إلى 12 طيارة مع بعض نطير، نروح إلى أهداف معينة. والأهداف طبعا هدف يكون كبير، هدف يا أما أنها فرقة متمركزة، لواء متمركز، ما يكون يعني أقل من هذا. وكنا نروح وسبحان الله يعني اللي يسلم عليك كأنه يودع، لأن هي ما تدري اللي رايح يرجع ولا ما يرجع. لكن الحمد لله رب العالمين ما خسرنا ولا طيار، يعني جميعهم رجعوا سالمين. أنا كنت رائد وكانوا أغلبهم ملازمين أوائل، والنعم فيهم جميعا. أفتخر أني كنت واحد منهم. أغلبهم شباب، والأمور هذه النفسية ما يتحملها كل إنسان. فالغزو ما يدري عن أهله وتعب نفسيا، فقد ينهار اليوم واحد، بكرة ينهار الثاني، وأنت مسؤوليتك أن تعضدهم، أن تشد أزرهم وتكون معاهم وتشحنهم للحرب، مع أنك مو لاقي أحد يآزرك. تتعب نفسيا لأنك أنت حتى مو قادر أنك تبرز مشاعرك. يعني أنت إذا انهرت ايش راح يصير فيهم هم الباقي اللي يطلعونك أنت قدوتهم؟ فمجرد أنك مجبور أنك تكتم وتكتم وتكتم علشان زملائك وتتحمل. والله أنا يعني أولا تشرفت بإني عملت مع كل واحد كان موجود معنا، سواء من طيارين الميراج اللي أنا أطيرها، أو طيارين الزملاء في السكاي هوك اللي نتشرف فيهم كلهم، أو طيارين الغزال اللي ما قصروا في أيام التحرير، أو طيارين البيومة، أو حتى طيارين السي 130 اللي اشتغلوا في نقل المعدات ويبون قطع الغيار من برا. فإذا بذكر لك بالاسم برنامجك ما راح يكفي، لأن أتشرف فيهم جميعهم. لكن طبعا كانت القيادة طبعا بيد من ناحية الطيارين كانت بيد أبو غانم الله يذكره بالخير، يوسف الضويان، وكان نعم القائد ونعم الزميل ونعم الأخ. أود أن أذكر قيادات تشرفنا بالعمل معهم وغيبهم ملك الموت الآن عنا. إذا أولهم أبو ثامر ناصر جحير رحمة الله عليه، سلطان جوهر أبو عبد الله رحمة الله عليه، سامي الحجي رحمة الله عليه، محمد بطيحان رحمة الله عليه، وعلي مشهور اللي توفي في حادث طائرة بعد التحرير، وكان كان من أول الطيارين الذين اشتبكوا مع طائرات المعادية العراقية رحمة الله عليه. القيادة السياسية حتى لو لم تتواصل معنا فلا ما حد يلومهم، لأن الحمل اللي عليهم عمل كبير اللي هو تأصيل وجود دولة الكويت، لأن الغزو محاها بالكامل. فكان عندهم لقاءات بالأمم المتحدة ولقاءات مع الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة الدائمة. ولكن سمو الأمير الشيخ نواف كان وزير الدفاع في ذاك الوقت، كان على طول يتواصل معنا، وتكررت زياراته لنا، وكان يعني يطمنا على الأوضاع. عسى الله يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر. والشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه وقتها
كان في كثير من جولاته هو اللي يسعى في تحقيق التسريع عجلة إصلاح الطائرات وجلب قطع الغيار والذخائر لمشاركتنا في حرب تحرير الكويت. هذا كان طبعا أثناء التحضير لحرب تحرير الكويت. أثناء تحرير الكويت طبعا كانت كل طلعاتنا داخل الكويت، كثرة الأهداف اللي متواجدة داخل الكويت. يعني كنا احنا عارفين الكويت يعني مثل ما نعرف ظاهر اليد وباطن اليد، فلما نطير نعرف الحفرة هذه إذا كانت جديدة ولا قديمة، نعرف هذا الموقع إذا كان جديد ولا قديم، هل هناك أحد متموضع في هذا المكان. مع أن طبعا احنا ما نطير على كيفنا، تجينا الأهداف محدودة لازم نروح ندمرها، ولنا وقت. يعني لما نطير 10 طيارات لك بوابة ممكن تكون دقيقتين أو بالكثير 3 دقائق. 3 دقائق الطيارات أول واحدة تدخل 10 واحدة تطلع في هذا الوقت. قبلها في ناس تقصف قبل غيرك، وبعدها في ناس راح تقصف وراك. يعني حصلت أن في مرة طيارات F-15 أعتقد سعودية كانت تقصف أحد المواقع، وصادف أن مرور طائراتنا في ذلك المكان، وصادف حتى البي 52 كانت تقصف موقع ومرور طائراتنا. فأشوف القنابل هذه كلها تنزل وانت مار. يعني لما تكون المجال الجوي ضيق وفي 2000 طيارة، هذه أمور يعني أنا أستغرب أن ما صارت حوادث تصادم بين الطائرات، والحمد لله. يعني الحقيقة أنا شخصيا خلني أتكلم عن مشاعري. يعني أنا من الناس اللي دربت الطيارين اللي شاركوا، ولا فخر طبعا هذا واجبي، وشاركت في يوم الغزو وشاركت في تحرير الكويت. ولكن عندما أنظر إلى الشهداء أرى نفسي، أرى أدائي قزم أمام عمالقة. فهؤلاء الشهداء يعني إحنا ضد شنو ضحينا؟ بصحتنا، بوقتنا، بجهدنا. هؤلاء ضحوا بدمهم، هؤلاء ضحوا بروحهم. فهنيئا لهم هذه الشهادة، وهنيئا لهم هذا التاج الذي وضعوه على رؤوس ذريتهم كاملة. ولهم منا كل التقدير والامتنان، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم في ظل عرشه يوم القيامة. الرسالة اللي ودي أوصلها لأهل الكويت، الكويت بلدنا ما عندنا غيرها، فما نبي نفرط فيها، ومهما عطيناها مو كافي. تستاهل أكثر وتستاهل أكثر وتستاهل أكثر.